السلام عليكم. سليم هيكلمك عن اجمل بلد واكتر بلد فاجئتني. ماليزيا بلد فاجئتني في اكلها، في طباع شعبها، في جمالها اللي ما كنتش متوقع ان هي تكون اسعارها متوسطه كده ومش غاليه خالص. لو مهتم اشترك دلوقتي حالا في القناه واعمل لي فولو على كل السوشيال ميديا سليم ترافلز. اول حاجه واكتر حاجه بتشغل بال كل الناس في الاسعار هي تذاكر الطيران. متوسط ذهاب وعوده كانت في شهر 4 تذكره الذهاب وتذكره العوده في شهر 6 حوالي 13,000 جنيه. نوعا ما غاليه، ولكن لو هتسافر اتجاه واحد عشان تروح كذا دوله مع بعض طبعا هيكون احسن. ولو مش عارف ازاي تجيب اسعار طيران كويسه وتقارن الاسعار، ويب سايت جوجل فلايتس ده احسن ويب سايت تقدر تعرف منه متوسط الاسعار، وبعدين بتدخل على الموقع الرسمي بتاع خطوط الطيران وتحجز التذكره بتاعتك. متحمس جدا. وطبعا بفكركم عندكم اي اسئله ليها علاقه بالسفر، تذاكر الطيران، اجراءات السفر لاي بلد ولاي مكان في العالم، ابعتوا لي دلوقتي حالا اللينك في الديسكربشن وتدخلوا تملوا الفورم، وبناء عليها بتواصل معاكم وبعمل معاكم اونلاين ميتنج من نص ساعه لساعه مقابل مادي بيكون مناسب جدا لاغلب الناس. ابعتوا لي دلوقتي حالا من اللينك اللي في الديسكربشن. الحقيقه ان الرحله كانت طويله شويه من مصر لماليزيا، يعني اخذت مني تقريبا حوالي يومين من مصر للاردن، وبعدين قعدت حوالي 4 ساعات في مطار الاردن، وبعدين اتحركت من الاردن على بانكوك وقعدت في مطار بانكوك متوسط تقريبا 4 ساعات. كانت رحله طويله جدا ولكن ممتعه، لانك انت بتعدي على مطار لاكتر من دوله، فبيبقى عندك الاريحيه ان انت تشوف مطارات مختلفه مش بس الدوله اللي انت رايحها فقط. واخيرا وصلت لماليزيا في اول يوم 3/4، واليوم ده كان يوم غريب جدا. دريمز كام ترو يا جماعه. انا في مطار ماليزيا يا جماعه. اعملوا الحاجه اللي انتوا عاوزينها مهما كانت صعبه، ان شاء الله كل حاجه هنعرف نعملها. هتشوفوه من هنا او من هنا مش عارف، بس هتشوفوه عندي على الشانل. دلوقتي اقدر اقول لك الحمد لله على السلامه. المواصلات في ماليزيا متنوعه جدا، وفي كل انواع المواصلات اللي ممكن تتخيلها. في مترو انفاق، في اتوبيسات عامه وفي منها مجاني. في هناك شركه زي اوبر هنا اسمها جراب فيها عربيات وفيها كمان سكوتر. متوسط سعر الجراب هناك على حسب الرحله بتاعتك طبعا، بس ممكن يبدا من 5 رينجت لحد 20 او 15 رينجت. ومن احلى الحاجات ان البلد فيها زي القطار ده يا جماعه بيلف الدوله كلها، وفيه اهتمام غير طبيعي، وكمان اسعار التذاكر هناك مش غاليه خالص. لو انت اول يوم ليك في البلد وصلت وبقيت موجود في كوالالمبور، فاعرف ان في كوالالمبور نفسه في انواع اتوبيس اسمه جو كي ال ده اتوبيس مجاني جدا، ممكن يلففك حوالين كوالالمبور كلها، ولكن مواعيد الاتوبيسات هناك شويه بتكون بطيئه واحيانا بيبقى فيها تاخير كبير قوي. متوسط تذكره الاتوبيس بشكل عام بتبدا من 1 رينجت لحد 5 رينجت ماكسيمم. وكمان الاتوبيسات هناك يا جماعه في زي كارت، بتشحن الكارت ده الاول انت بتشتريه من مترو الانفاق بحوالي 10 رينجت للكارت، وبعدين بتشحن الكارت ب 15 رينجت. تقدر انت تستخدمه سواء في المترو او في محطات الاتوبيس، واول ما الكارت بيخلص بتشحنه تاني، لان في بعض الاتوبيسات ما بتستخدمش فقط غير الكارت. في بعض المواقف حصلت لي سواقين اتوبيسات في ماليزيا ما كانوش احسن حاجه، ما كانوش الطف حاجه، بالذات في مدينه ايبو. Unfortunately, I took the wrong bus and I went out in the next stop and now I'm going to wait for the next bus to go to UTC market. سواقين الاتوبيسات تحسهم نوعا ما بيعسفوا الناس ومش لذاذ ومش ظراف خالص. في بعض السواقين كانوا لطاف جدا مع الناس، بس الناس هناك كانوا متعاونين وهم اللي كانوا بيساعدوني مش السواقين. تاني طريقه هناك وهي مترو الانفاق، موجود في كل انحاء كوالالمبور، واسعار المترو بتكون متوسطه من 3 رينجت لحد 5 رينجت. كوالالمبور هي اكبر مدينه موجوده في ماليزيا، باقي المدن في ماليزيا مش هتحتاجوا خالص ان انتوا تستخدموا فيها المترو. بصراحه اتفاجئت هناك بنظافه المترو، اتفاجئت بالاهتمام، اتفاجئت بقد ايه هم بيراعوا قواعد وقوانين المترو اللي موجوده في كل مكان. دايما بستخدم المواصلات العامه، وفي اماكن كنت بقعد اتحرك واتمشى فيها لان هي بتكون مساحتها صغيره. تاني جزء بقى هنتكلم عليه هو فكره السكن، الاماكن اللي انت هتقعد فيها. ماليزيا فيها كم تنوع غير طبيعي في كل المدن، سواء هوستلز، جيست هاوسز، اوتيلز، كل شيء وكل انواع الاقامه تقدر انت تلاقيها هناك. انا اكتر حاجه كنت بقعد فيها هي الجيست هاوسز او الهوستلز، ومتوسط الاسعار هناك في اغلب الاماكن من 25 رينجت لحوالي 30 40 50 رينجت. اول مره بدخل الدورم مختلف جدا، يعني كبير، كل حد بيكون له سرير، في كيبل، في اختراع حلو جدا. تعمل هناك كده، هنا ممكن تشتغل، تذاكر، تحط حاجة هنا تستخدمها، مختلفة جدا، يعني واسع مش صغير، يعني كبير يا جماعة، مريح، والسميل بتاعته نظيفة. في هنا تحط فيها هدوم وتحط فيها حاجتك، ممكن تشحن موبايل هنا،
في لوكر بيكون ليك مميز مخصص ليك، تحط اللوكر تشيل فيه كل حاجاتك المهمه. بس اهم حاجه وانت بتحجز تشوف الريديوس في المكان نفسه، وحذار انك تاخد ارخص مكان، لان في الاغلب ارخص مكان هو بيكون اسوأ مكان. ما تحجزش المكان ابدا من على الابلكيشن نفسه، بيزودوا عليكم تاكسس كتيره قوي وبتدفعوا فلوس زياده عن فلوس اللي موجوده اوريدي على الابلكيشن. دلوقتي بقى هنتحرك على احسن جزء في الموضوع كله، هو الاكل يا جماعه. احسن حاجه ان ماليزيا موجود فيها تنوع غير طبيعي في الاكل، الاكل الماليزي، الاكل التايلاندي، الاكل الهندي. الاكل المصري او العربي بشكل عام. It's like عجوه، ايجيبشن عجوه. جدا عامله بالظبط زي الملبن. وطبعا كان الافضل والاحسن بالنسبه لي هو اكلات الشارع، لان دايما فيها تنوع رهيب ودايما متوسط اسعارها بتكون هي الاسعار اللي بياكل بيها الناس المحليين، مش اسعار السياح او الاماكن السياحيه بشكل عام. اما بقى يا حبيبي اكتر حاجه كانت بتميز ماليزيا ان كل مدينه بيتعمل فيها حاجه اسمها نايت ماركت، يكون في كمان كل حاجه ممكن تكون محتاجها، يعني ممكن تلاقي هدوم، ممكن تلاقي اي ادوات انت محتاجها، بتلاقوا ناس بتبيع كل انواع الاكل اللي ممكن تشوفوها في حياتكم. بيتعمل كل جمعه وسبت وحد في كل المدن. احلى نايت ماركتس حبيتهم قوي وفي ملاكا، Recording myself. في بينانج. نصيحه بس وانت بتدور على الاكل لازم تسالوا الاكل ده حلال او لا، عشان هناك في صينيين كتير والاكل بتاعهم طبعا مش حلال بالنسبه لنا. If you're a Muslim, you cannot eat here because all of this food is not halal food with pork. لو انت بقى هتاكل 3 وجبات في الشارع، متوسط سعر الوجبه 7 رينجت لحد 15 20 او 30 رينجت على حسب انت هتاكل فين. متوسط تكلفتك بشكل عام في ماليزيا لو انت اسلوبك في السفر نفسه اسلوبي في السفر نوعا ما، التكلفه ممكن تتراوح من 200 دولار لحد 300 او 400 دولار. لو حابين تعرفوا كل التفاصيل عن ايه الاماكن اللي ممكن تشوفوا فيها نايت ماركتس حلوه، ريفيو لكل مدينه وكل تجاربي في ماليزيا هتلاقوها في كل الفيديوز اللي فاتت، تقدروا تتفرجوا عليها كلها. وطبعا اشتركوا حالا في القناه، ويلا عشان عايزين نوصل اليوتيوب شانل ل 10000 سبسكرايبر يا جماعه قبل نهايه السنه دي. اشوفكم الفيديو الجاي. انا سليم ترافلز، سلمكم الله.